عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ فاطمة حبيب. قبل ما نبدأ الكلام نصلي على الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله بقى نعمل إيه؟ نعمل بسكوت الشاي. بسكوت الشاي بس غير مكلف، مش هنستخدم فيه بيض خالص. كل اللي هنستخدمه المقادير. أقول لكم المقادير بقى: 3 كوبايات، 3 كوبايات دقيق، نص كوباية نشا، نص كوباية سكر، نص كوباية مية، نص كوباية زيت على سمنة أو زيت خالص أو سمنة خالص. المادة الدهنية دي هترجع لك في الآخر. ذرة ملح، فانيليا. أنا هستخدم النهاردة إن شاء الله فانيليا البرتقال، بيكنج باودر، معلقة بيكنج باودر، معلقة فانيليا، معلقة بيكنج باودر كبيرة، معلقة فانيليا صغيرة. نيجي بقى إيه؟ أول مرحلة نضرب بقى السكر مع السمنة والزيت. خلاص انا كده ايه، حطيت معلقه بيكنج باودر وبقلب بقلبها كده، واحط بقى معلقه. انا حاطه النشا والبيكنج باودر معلقه كبيره طبعا، علشان هو الباكو معلقه على فكره، علشان انا مش حاطه بيض. ف واقلب بحرص كده، مش بعجن. اهو معلقه كمان واقلب، معلقه كمان واقلب كده. احط معلقه كمان، احط بقى شويه كمان اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش بعجن، انا بقلب. خلاص احط بقى الكميه كلها. هو المقدار باذن الله ان شاء الله. الحمد لله مش محتاج حاجه ولا ميه ولا اي حاجه ان شاء الله. اعمل بقى بايدي بس الم بايدي العجينه. خلاص انا هلم بايدي كده اهو. ان شاء الله مش محتاج حاجه، المقدار زي الفل ان شاء الله. انا معاكم اهوت. بس خلاص مقدار العجينه زي الفل. بس هجيب صاج بقى مدهون زيت، صاج هدهنه زيت. العجينه ما شاء الله عليها زي الفل. شايفين العجينه زي الفل اهي. شايفين العجينه زي الفل. بس خلاص هنجيب كيس بقى وهنشكل بقى في الصاج. خلاص كده هنجيب صاج وندهنه. دلوقتي بقى هنحط بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط اول حاجه، نحط الماده الدهنيه زي ما انت عايزه. زي يعني مساله انت عارفين السمنه بتبقى طبعا بتدي طعم كده. خلاص كده نحط المقادير برضو كويس. خلاص كده نحط بقى السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. نضرب السكر مع السمنه. ذرة الملح بس عشان تعادل الطعم يعني. بس كده اعمل بقى، هنضرب بقى بالمضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. لحد ما يبقى كريمي كده. عايزاه يبقى كريمي. انا معاكم اهوت لحد ما يبقى اول ما يبقى كريمي هضيف الميه. انا ما قطعتش الفيديو معاكم.
خلاص كده انا هضيف ايه الميه. انا عايزاه كده، انا عشان السكر يدوب كمان وانا حاطه سكر ناعم يعني سكر باودر، بس كده انا بدخل فيه الهواء لان انا ما عنديش بيض. بس كده بقى ايه، هضيف الميه، اضيف الميه واضرب برضه. ما تقلقوش من اللي حصل دلوقتي، هيرجع تاني. يبقى كريم. بعد كده بقى ايه، انا عشان ما اطولش الفيديو عليكم، مش عايزه اطول الفيديو عليكم، اضيف الفانيليا. انا جايبه فانيليا ايه، انا جايبه فانيليا فانيليا برتقال. جميله قوي الفانيليا دي، حلوه قوي وتدي طعم نكهه البرتقال. اضرب. بس كده اضيف بقى ايه، انا حاطه دقيق مع النشا. اضيف بقى الدقيق، اضيف الدقيق بقى ايه، معلقه معلقه كده، واقلب بقى، اقلب بقى في اللحظه دي، هقلب بحرص. خلاص انا المضرب مش عايزاه. دلوقتي بقى ايه، جبنا صاج اهوت، هندهنه ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، هندهنه زيت. نحط شويه زيت كده، بس خلاص كده دهنته زيت. هنعمل ايه بقى، هنجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، هنجيب ايه، هنجيب كيس، او لو عندك بقى الكيس الحلواني، انا عندي بس ايه يعني استسهلت كده، وايه واللي هو البلبله دي، شايفينها البلبله دي. انا بقى ايه، شايفين العجينه، بسم الله ما شاء الله، عايزه اوريها لكم. اللهم صل على النبي. شايفين العجينه جميله ازاي، اللهم صل على النبي، حلو قوي المقدار بالظبط. يعني هعمل ايه بقى، هحط بقى العجينه هنا كده، العجينه في الكيس. احط العجينه بقى ايه كده في الكيس، بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدي بقى ايه، نحط بقى ايه في الصاج، بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يكون ايه كده ايه، اكون ايه يعني تكونوا شايفيني. انا هعمل بقى ايه كده في الصاج، بسم الله الرحمن الرحيم، واقوم قطع كده. واقطع كده، بسم الله. يعني ايه، مش عايزه انا يعني اضغط جامد، عشان العجينه كل ما العجينه تبقى كتيره البسكوته تطلع تقيله، انا عايزاها تبقى خفيف. اكمل بقى وايه واجيلكم، اكمل الكميه كلها واجيلكم عشان ما اطولش الفيديو. انا عملت الصاج اهوت، وعملت برضو صينيه ماشي، وهدخل الفرن بقى، وايه وبعمل برضو في ايه، بعمل في ايه في بعمل برضو تاني لسه في صينيه اهي. بس عايزه اوريكم حاجه وانا بعمل. نفرض ما فيش كيس، ما نقف، لا اهو انا معايا البلبله اهي، وبايديا اهو عامله كده. يعني انا اهو الشويه دول اهو بايدي كده، واقوم اضغط وايه، واعمل البسكوت هيطلع حلو اهي. يعني اعمل بايدي يعني، ما نقفش، المهم ان احنا ايه يعني نضغط كده كده اهوت، وامشي مع البلبله لحد ايه طبعا واقوم قاطعه كده اهو، بس واسويها كده اهي زي الكيس، وايه جميله جدا. ادخل الفرن بقى واجيلكوا بقى ايه بعد ما يستوي. السجاد طلعت من الفرن اهي،
بس لسه سخنة طبعا، شايفين؟ لسه سخنة، شايفين الصباط؟ طبعا التسوية بقى ايه، عايزة تطلعيه ابيض شوية، عايزة تحمريه، على حسب الرغبة. اهو عمل ايه، او صينية، 3 صاجات، يعني صاج وصينية، ودي نص اهو، لسه سخنة. دلوقتي ايه بقى، نيجي على الشكل النهائي. خلصنا طبعا، وده الشكل النهائي. عايزة اوريكم بس خفية البسكوتة، وايه، وان هي كمان مش مستحملة. يعني بصوا، يعني بصوا، شايفين؟ مش مستحملة، شايفين؟ شايفين البسكوت وجماله؟ شايفين؟ شايفين قد ايه مقرمش اهو، مش مستحمل يعني. شايفين؟ شايفين البسكوتة جميل جدا، وهش وخفيف، ومن الظهر، يعني بصوا من الظهر كمان تسوية حلوة ازاي. التسوية دي بقى بترجع لك انت. وطعمه جميل جدا، انا دقته طبعا، طعمه حلو قوي قوي. ان عجبكم الفيديو، لايك وشير واشتراك في القناة. ال- الفرن كان على حرارة 160 170، مش اكتر من كده. وغير مكلف. ويلا قومي بقى اعملي لي ولادك حلو وجميل، ومدارس داخله ياخدوا بقى معاهم البسكوت ده جميل وغير مكلف. وبعدين انا قلت ايه، نص كوبايه سمنه وزيت، هي كوبايه نصها سمنه ونصها زيت. ممكن الكوبايه دي تستعمليها زيت، ممكن تستعمليها سمنه. انا حبيت اراجع دي عشان انا ممكن اكون ايه، يعني ما اتفهمتش كويس ان انا قلتها ايه. نص كوبايه سمنه، هي نص كوبايه سمنه، انا قلت نص على زيت، نص زيت ونص سمنه. ويعجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.